السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفتنا لنهار اليوم قاعة خفيف تاع شوفلور ساهل، يوجد تمتم اقتصادي بدون لحوم بدون دجاج بطريقة سريعة وبسيطة، ويجي بزاف بنين، يجي طري ومشمخ وماشي ناشف. نقولوا بسم الله ونبداو في الوصفة تاعنا. نجيب راس تاع شوفلور يكون متوسط ولا صغير، انا كان عندي واحد كبير بصح ما درتوش كامل. نقيه، خيروا شوفلور يكون جديد ماشي شوفلور اللي فيه الكحوليه والاسوداد من الفوق، خاطر هذاك يكون قديم. نحيت هذوك الاوراق ولا الاغصان وزدت نحيت هذا الجزء الخشين اللي في الوسط، وراني نقطع هذوما لي بوكي ولا الباقات، ونحي هذوك الاغصان اللي جايين خشان بهذا الشكل. كي تلقاو هذاك البوكي كبير شويه قطعوه على زوج، حاولوا ديروهم صغار. نعطيكم واحد لاستوس، حكموا مبشره وبشروا كامل الاماكن السوداء، هكا يتنقى مليح خير من الموس. بهذه الطريقه بعدها ننقيها نحطها في الباسينه، واذا شفت بوكي كبير نزيد نقسمه على زوج هكا باش يجوا كامل صغار بهذا الشكل. نحط الموس غير هكا ندير فتحه ونكمل نقسم بيدي. نجيب باسينه ندير فيها الشوفلوغ تاعي ونحط لها زوج مغارف كبار تاع الخل، ولا ديروا عصير الليمون باش نقتلوا هذيك البكتيريا والحشرات اللي يكونوا فيه. نخليه 10 دقائق، بعدها نشلو ونصفيه ونديرو في قدره واحده اخرى باش نغليه. ندير لها زوج وريقات تاع رند وزوج سنينات تاع ثوم ومغرف صغيره تاع كمون باش نتخلصوا من الرائحه القويه اللي تكون فيه، ونتخلصوا ثاني من الغازات اللي يكونوا فيه. نخلوه يغلي حتى يطيب ويدخلوا طياب بلا ما يتعبص كامل، واحد 25 دقيقه حتى نص ساعه. بعدها نكملوا الوصفه تاعنا. ودرت شريحه تاع ليمون ونحطه يغلي. وهنايا درت زوج حبات تاع بصل يكونوا متوسطين، قطعتهم الى مكعبات ودرت لهم شويه زيت وذبلتهم حتى يتكرمل معايا البصل باش يجي بنين. بعد ما يطيب الشيفلوغ نحطه في الصفايه، نقطروا مليح من الماء تاعو. بعد نحكم هذوك لي بوكي تاع الشيفلوغ، نفركتهم ولا نفتتهم بيدي، ما تلخرهمش بالفرشيطه باش ما تعجنوش. وهنا نجي نصوتيه في المقله تاعي. نحط شويه تاع مارغرين وثلاثه سنينات تاع ثوم اسكرفشتهم، نحط الشيفلوغ ونبدا نصوتي فيه. هنايا كي تكونوا تحركوا بالشيفلوغ تاعكم حركوه غير بالعقل باش ما يتعجن لكمش. شوفوا كيفاش فتتو، ما راهوش معجن، راهم فركت وما درتوش كامل لانه راس تاع الشيفلوغ تاعي كبير بزاف. بالنسبه للتوابل درت غير شويه تاع فلفل اسود. وهنايا كي تصوتيو الشيفلوغ تاعكم يجي بنين وتاني يتبخر من الماء اللي فيه. هذه الخطوه ضروريه لازم ديروها. تحبوا تزيدوا هنا ثاني ديروا شويه كمون ديروا، انا درت غير شويه تاع فلفل كحل. كما راكم تشوفوا راني نحرك غير بالعقل من فوق لتحت باش ما يتعجن ليش. وهذوك الاغصان كما راكم تشوفوا لازم تنحوهم. نحيت هنايا واحده كنت نسيتها. كي نشوفوا صوتها مليح خلاص نطفي عليها. هنا من جهه واحده اخرى نوجد البيشاميل، درت زوج مغارف كبار تاع مارغرين نخلوها تذوب، نذوبوها مليح. بعدها ندير لها زوج مغارف كبار تاع فارينه ونحمصوهم مليح. هذيك الفارينه مع المارغرين حمصوها مليح باش تجيكم البيشاميل تاعكم بنينه. كما راكم تشوفوا هنايا درت زوج مغارف كبار، غير نشوفوها هكايا تغلي نبداو نضيفو في الحليب بشويه. درت نص ريتله تاع حليب، لازم تحمصوها مليح باش تجيكم بنينه. هنا الحليب استعملوه سخون، انا درته بارد طولت لي باش عقادت. استعملوه سخون من الافضل هكا باش تسرعوا العمليه، ما تطولوش في التحريك. ولا ما تحبسوش من التحريك، حركوا حتى نتعقد لكم. راح نديروها خفيفه ما ديروهاش ثقيله. ودرت لها واحده ولا قطعه تاع جبن وشويه تاع فلفل الكحل، ما حبيتش ندير الملح. كما راكم تشوفوا انا بعد ما صوتيت هذاك الشوكولا درت له البصل هذاك اللي كرملته ودرت له شويه تاع معدنوس ونحركه. بعدها نجيب البلاط تاعي اللي راح ندير فيه. انا في البدايه درت في البلاط صغير، بعد بدلته درت في البلاط في البلاط كبير عفوا، لانه ما كفانيش. درت شويه بيشاميل وكنت قليت واحد زوج حبات تاع بطاطا قطعتهم مكعبات وقليتهم، نحطها هي الاولى. ونزيد ندير شوفلور اللي كنت صوتيته، درت له البصل المكرمل ودرت له المعدنوس، راح يجي بزاف بنين. نوزعه بهذا الشكل. بعدها نفرغ هذيك البيشاميل. كما راكم تشوفوا هنايا ما كفاتنيش، ما حبيتش نكمل كامل البيشاميل،
خطر تفيض لي. رحت بدلت المول، درت واحد كبير عليه وجتني سوا. هنا راني نديرلو بالفرشيطه هكا باش ندخل هذيك البيشاميل داخل تدخل. شوفوا هنا بدلت المول، عاودت كملت هذيك البيشاميل اللي فرغتها كامل اللي بقات لي. بعدها جبت جبن شيدار درته من الفوقه ونطيبها على 180 درجة، نطيبها من تحت لمدة ربع ساعة، نزيد نشعلها من الفوقه قيس ما يذوب الفرماج وراهي واجدة. والبنة ما عندي ما نحكي لكم، غير جربوها هكا. الاطفال تاعكم اللي ما يحبوش الفلوغ كامل راح تعجبهم. هنايا زينتها بشويه معدنوس من الفوقه، راح تجي بزاف بنينه لانه الشوفلوغ صوتيناه، وثاني درنا له البصل هذاك المكرمل المعدنوس راح يجي بزاف بنين. والبيشاميل ثاني فيها الفخوماج يعني بدون لحوم وبدون دجاج، وراح تجيكم بزاف بنينه. شوفوا هنايا ما تجيش كامل ناشفه وما تجيش تجي مشمخه، تجي بزاف بنينه. نتمنى تجربوها. في الاخير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، نتلاقى في فيديو اخر ومع السلامه.